دعاء طلعت فوق السطح وشافت اللي ما كانش ممكن في حياتها تشوفه. شافت شيماء وهي في وضع استحالة تتخيل ان هي ممكن تعمله، وبقت مذهولة وبدأت تقول لها الولاد اللي معاكي دول ولاد جوزك ولا مش ولاده؟ العيال دول عيال مين بالظبط؟ قوليلي. بدأت شيماء ترد عليها وتقول لها معرفش، الله أعلم ولاد مين، أنا معرفش وما كنتش عارفة أي حاجة في أي حاجة ومعرفش دول ولاد جوزي ولا مش ولاده. يلا نبدأ قصتنا بالصلاة على الرسول. نسمع القصة النهاردة نستفاد منها كتير جدا. القصة اللي معانا دي قصة دعاء وشيماء. شيماء ودعاء دول صحاب جدا، طول الوقت كانوا مع بعض، حتى طول الوقت كانوا في الدراسة سوا في نفس الدكة وفي نفس المكان. طول الوقت كانوا إن هي دي عندي دي ودي عندي دي، زي أي اتنين بيحبوا بعض الروح بالروح وطالعين من صغرهم مع بعض. شيماء ليها إخوات شباب، ليها 3 إخوات شباب، منهم شاب أكبر منها وكان بيسافر على طول برّه مصر، وكان بيشتغل هناك، ومن حُبّها في دعاء قررت إن هي تخلّي أخوها يتجوّز صاحبتها، كل ده عشان علاقتهم تبقى أكتر وما تسيبهاش أبدًا. ومن هنا فعلًا عرضت على صاحبتها دعاء الكلام ده، وقالت لها أنا عايزة أجوّزِك أخويا، إيه رأيِك؟ نبقى على طول مع بعض وكمان تفضلي طول العمر قدّامي ومعايا، بدل ما أنتِ وحد تاني ياخدِك ويفرّق بيننا، لأ تبقي مرات أخويا وفي نفس الوقت صاحبتي وحبيبتي. فطبعًا دعاء بدأت تقول لها: "أنتِ بتتكلمي جد؟" قالت لها: "آه والله باتكلم جد." قالت لها: "طب أخوكِ مسافر." قالت لها: "وإيه المشكلة؟ هو هييجي وتخطبوا وتتجوزوا يا ستي، وكده، كده هو عيشته مرتاحة وهياخد لِك مكان تاني وهيبقى ليكِ بيت لوحدِك." وبدأت تطمّعها إن هي تتجوز أخوها. وافقت دعاء بعد إلحاح من شيماء عليها، بدأت طبعًا إن هي تقول لها خلاص أنا هاتصل بأحمد أخويا وهاقول له على الموضوع وهاخلّيه ييجي إجازة وتخطبوا يا ستي، أو بلاها خطوبة خلّيها جواز على طول، وأنتِ عارفانا ومتربيين مع بعض وعارفة أخواتي وعارفة إن هُم بني آدمين محترمين وكويسين. وهنا دعاء ما اعترضتش، وفعلًا جه أخوها اللي هو أحمد واتقدم لدعاء وفعلًا واتجوزوا. ومن هنا طبعًا بدأ يسافر وبدأ يسيب شيماء ودعاء طول الوقت مع بعض وبدأت تودّها وصحاب واخوات. وفعلًا بنى لها بيت بعيد عن المكان بيت أهله، وبقت طول الوقت شيماء بتتردد على دعاء وطول الوقت قاعدة معاها وعلاقتهم بقت أقوى من الأول كتير. خلّفت دعاء طفل و2، وطبعًا شيماء مش سايباها وبتساعدها طول الوقت وطول الوقت معاها. طبعًا خلاص كده شيماء المفروض إن هي كمان يبقى ليها حياتها وليها بيتها. ومن هنا اتقدم لها شاب من القرية بتاعتهم، وكان الشاب ده كويس جدًا وكانت الناس كلها بتحلف بأخلاقه، وكان ما حدش ليه اعتراض عليه لأن هو كان شاب كويس جدًا ومحترم وعائلته كويسين وكانت أحواله المادية كمان كويسة. وشيماء في الوقت ده ما كانتش صغيرة، شيماء كان اللي من دورها يعتبروا بقوا كلهم متجوزين وعندهم بيوت. ومن هنا إخواتها بدأوا يكلموها في الموضوع ده، لكن هي كانت معترضة، معترضة جدًا بطريقة غريبة وكانت بتقول لأ، أنا مش هاتجوّز دلوقتي. فمن هنا اخواتها بدأوا يستغربوا، طب ليه يا بنتي مش هتتجوّزي دلوقتي؟ أنتِ ما بقيتيش صغيرة، إيه المانع يا شيماء إن أنتِ تتجوّزي؟ دعاء صاحبتِك وأهي متجوّزة وقدّامِك وأصحابِك كلّهم اتجوّزوا، ليه أنتِ مش عايزة تتجوّزي؟ بدأت تقول لهم لأ، أنا مش عايزة أتجوّز، ورفضها كان غريب والكل بقى مستغربه، إيه اللي يخلّيها ممكن ترفض وهي في السن ده وأصحابها كلّهم متجوّزين؟ ومن هنا بدأت تقعد دعاء مع شيماء وتحاول تقرّب منها وتقول لها قولي لي في إيه، إيه اللي يخلّيكِ ممكن مش عايزة تتجوّزي؟ فهّميني، فهّميني عشان أقدر أساعدِك يا شيماء، أخواتِك كلّهم مصممين على العريس ده وهو فعلًا كويس وأنا مش شايفة إن هو في اعتراض عليه، أنا شايفة إن هو شاب كويس، قولي لي أنتِ مش عايزة ترتبطي بيه ليه، طالما هو ما فيهوش عيوب وأحواله المادية كويسة. ومن هنا جاوبت عليها شيماء وقالت لها عاوزة الصراحة. قالت لها قولي. قالت لها أنا بحب شاب جنبك هنا البيت اللي جنبك على طول ومتعلقة بيه ومش عايزة أتجوز إلا هو. وكانت هنا الكارثة إن دعاء قالت لها مين؟ قالت لها سامح. قالت لها سامح؟ سامح الجارنا اللي جنبينا ده؟ فطبعا دعاء كانت عارفة إن سامح ده شاب ملوش أي حاجة في أي حاجة، صايع بمعنى أصح، وكان عيل ملوش مستقبل وكان كل يوم مع بنت شكل. من هنا صرخت في شيماء وقالت لها لأ، إلا ده، اوعي ده بني آدم وحش جدًا، صدقيني أنا عايزة لِك المصلحة، لأن أنتِ أختي وأنتِ عارفة الكلام ده. لكن شيماء كانت متعلقة بيه جدًا بتحبه أوي ومش قادرة إن هي تسمع أي حاجة وحشة عنه. ومن هنا قالت لدعاء أنا مش هاتجوز إلا هو.
وطبعًا قالت لها: "طب وبعدين صدقيني والله اللي متقدم لِك ده أحسن منه 100 مرة هيتقي الله فيكِ، أمّا ده جاري وأنا عارفاه، ده شاب مش كويس، اسمعي كلام أختِك، أنا كنت أختِك قبل ما أكون مرات أخوكِ." ومن هنا شيماء بدأت تتضايق من دعاء وتقول لها: "أنتِ مش عايزة تقفي جنبي؟" قالت لها: "خلاص أنتِ عايزاني أكلم أخوكِ هاكلمه." ومن هنا شيماء قالت لها: "لأ ما تكلموش لأن هو مش هيوافق عليه." سكتوا شوية وهدّوا الموضوع وعدّى فترة، وطبعًا ضغطوا على شيماء عشان تتجوّز العريس اللي متقدّم لها، ومن هنا اتغصبت عليه وفعلًا وافقت، لإن هي ما كانتش قادرة تواجههم بسامح اللي هي بتحبه، لإن هو كان يعتبر شاب بتاع بنات وما لوش مستقبل وكانت سمعته سيئة جدًا، وطبعًا ارتضت إن هي تتجوّز وخلاص اتجوّزت، ومن هنا دعاء فرحت لها جدًا وقالت خلاص الحمد لله إن هي كبّرت دماغها من البني آدم ده عشان تعيش مستقرة وتعيش في بيتها وهيبقى ليها مستقبل عما تتجوّز البني آدم ده. ومن هنا فعلًا اتجوّزته، لكن شيماء كانت طول الوقت مش حابة جوزها، طول الوقت حاسة إن هي مخنوقة منّه ومش عاوزة تكمّل معاه. شيماء كانت دايمًا بتتكلم على جوزها اللي هو محمد وتقول لها: "أنا مخنوقة منه، أنا مش عايزة أكمّل معاه." فبدأت طبعًا دعاء تقول لها: "لأ، ده هو كويس صدقيني وبتاع ربنا وأنتِ بس الشيطان ضحك عليكِ وحاولي تعامليه بما يرضي الله، صدقيني والله محمد بني آدم كويس ومن هو كمان بيتقدّم لِك وأنا قُلت لِك إن هو بني آدم كويس وهيتقي الله فيكِ، أنتِ بس اللي الشيطان دايمًا بيضحك عليكِ، صدقيني والله ده الأحسن لِك." بدأت طبعًا إن هي تحاول إن هي تتقرّب من جوزها شوية، لكن هي نافرة منه أصلًا ومش عاوزاه، خلّفت منه طفل وتاني طفل وتالت طفل وهي زي ما هي مش حاباه، وطول الوقت تروح عند دعاء وتقعد معاها، وكانت طول الوقت مخنوقة ومش حابة عيشتها ولا حابة بيتها ولا جوزها، وطول الوقت كانت دايمًا تفكيرها في سامح، ودعاء في الوقت ده كانت بتحاول إن هي تقول لها: "يا شيماء خلّي بالِك من بيتِك وسيبِك من اللي في دماغِك، أنتِ دلوقتي بقى عندِك بيت وعندِك أطفال ربنا هيحاسبِك عليهم، شيلي أي حد من دماغِك وانتبهي لبيتِك، أنتِ كده خلاص بقى عندِك أطفال." ومن هنا كانت شيماء طول الوقت أمّا تيجي عند دعاء تقول لها: "أنا مخنوقة، أنا زهقانة، سيبيني لوحدي يا دعاء." وكانت تاخد بعضها وتطلع على سطح البيت عندهم وتقعد، وكانت طبعًا طول الوقت دعاء قلقانة عليها ومخنوقة عشانها وما بقِتش عارفة تعمل لها إيه. في مرة طول الوقت كانت بتيجي عند دعاء وتطلع عندهم فوق السطح وتفضل قاعدة، وبعد ما تفضل تاخد قعدتها بتاخد بعضها وتنزل تروّح. وفي يوم طبعًا شيماء بتطلع زي عادتها على السطح، ودعاء بتقلق عليها لإن هي اتأخرت اليوم ده، بدأت تقول لا يكون جرى لها حاجة أو فيها حاجة لازم أبُص عليها وأشوفها في إيه. ومن هنا فعلًا طلعت دعاء السطح بيتهم اللي هي المفروض شيماء بتطلع عليه كل فترة، وتدخل تشوف حاجة استحالة تصدقها، واستحالة تشوف المنظر ده. تدخل تلاقي شيماء مع سامح في قلب السطح وهما الاتنين عاملين علاقة كاملة مع بعض. من هنا دعاء بيجيلها ذهول وبتقول ايه ده، انتوا بتعملوا ايه، ازاي انتوا ممكن تكونوا بتعملوا كده، فهميني ازاي يا شيماء يحصل منك كده وانتي زوجة ومعاكي اطفال. انهارت طبعا، وهو خد بعضه وطلع كان حاطط سلم فوق السطح طول الوقت بيروح يقابل شيماء عليه، بيعدي من السطح ده للسطح ده بحكم ان هما جيران والبيت في البيت. يعني بمعنى اصح طول الوقت كانوا عليهم علاقة مع بعض، وطول الوقت ما كانت شيماء بتطلع فوق السطح كان هو بيبقى قاعد مستنيها. هو جري عدّى على سطحهم، وطبعًا لمّا لقى مرات أخوها بتصرخ اللي هي دعاء، بدأت إن هي شيماء تتوسّل إليها وتتحايل عليها وتقول لها: "أرجوكِ استري عليَّ، أنا بيتي هيتخرب وعيالي." وبدأت طبعًا بحكم إن هم أصدقاء أوي كانوا بيحبوا بعض جدًا وزي الإخوات، سكتت طبعًا دعاء وما بقتش تتكلم، وبدأت تسألها: "أنتِ ولادِك دول ولاد مين؟" لقت رد شيماء عليها صادم، وبتقول لها: "مش عارفة." قالت لها: "يعني إيه مش عارفة؟ يعني أنتِ مش عارفة دول ولاد جوزِك والّا ولاد البني آدم اللي أنتِ كنتِ معاه ده؟" من هنا بدأت تقول لها: "صدقيني والله ما عارفة، أنا باعمل كده وخلاص، أنا ما أعرفش دول ولاد مين." قالت لها: "كل ولادِك ما تعرفيش دول ولاد مين، من جوزِك والّا مش من جوزِك." وهنا كان رد شيماء صادم عليها وقالت لها: "لأ، أنا ما أعرفش أي حاجة، وسيبيني بقى يا دعاء خلاص أنا تعبت، أنا قُلت لِك كام مرة أنا مش عايزة البني آدم اللي أنا هاتجوزه ده، أنا عاوزة أسامح وأنتِ برضه غصبتوا عليَّ." وخلّتوني اتجوّزت محمد غصبٍ عني، وأنا ما فيش في إيدي حاجة أعملها، عشان خاطري ما تقوليش قدّام حد ولا تقولي لأخويا، أخويا ممكن يقتلني أو ممكن يعمل فيّا حاجة.
ومن هنا سكتت دعاء عشان كمان خايفة على جوزها، لأن لو فكّرت تقول لجوزها حاجة زي كده هيقتل أخته، وكده ما تبقاش استفادتش أي حاجة، هتبقى دمّرت الدنيا، وهتبقى دمّرت وخربت بيتين، بيتها بيت صاحبتها، لأن هي جوزها ممكن يعمل فيها حاجة، وفي نفس الوقت التانية بيتها هيتخرب، ما كانش في حل قدامها غير إن هي تسكت وتستر على صاحبتها. عدت فترة ودعاء ساكتة، وشيماء بدأت ترجع تاني لبيت دعاء وتتردد عليها. لا، وبدأت الألعن من كده كمان، إن هي بدأت تتوسل لها إن هي تطلع السطح عشان تشوف سامح، وبدأت تبوس إيديها ورجليها وتقول لها عشان خاطري سيبيني أطلع شوية، أنا مخنوقة وتعبانة، أنا لو ما قابلتوش أنا هخرب بيتي بإيدي، هو الوحيد اللي مصبرني على العيشة اللي أنا فيها. بدأت دعاء تقول لها طب خلاص اتطلقي من جوزك، اتطلقي منه واتجوزيه. قالت لها ظروف مش هتسمح ومش هينفع نتجوز. وبدأت إن هي تطلع كل فترة شيماء على سطح بيت دعاء وتشوف البني آدم ده وتعمل معاه علاقة فوق السطح، تخلص وبتنزل. ومن هنا بعد فترة دعاء حست إن بيتها كله فيه حاجة غلط، بيتها ما بقاش فيه بركة، بيتها بقت طول الوقت بقت حاسة إن قرشها ما فيهوش بركة، فلوس اللي بتجيبها جوزها ما بقتش تقعد، عيالها بقوا طول الوقت بيتخانقوا مع بعض. حست إن في حاجة غريبة، في حاجة مدمرة البيت ده، وبدأت علاقتها بجوزها كل فترة تتخانق. ما كانوش بيعملوا كده الأول، كل مدى البركة بتقل في بيتها، وكل طول الوقت حاسة إن في حاجة غلط وهي متضايقة جدا. ومن هنا بدأت تقول لشيماء لأ، كفاية كده، أنا فعلا أنا بيتي ما بقاش مظبوط، وبدأت أحس إن أنا حتى صلاتي مش مقبولة لما أسيبك بتعملي كده وبتطلعي تعملي كده. أنا فعلا بقيت أحس إن أنا بصلي كأني ما بصليش، أنا مخبية عليكِ ومدارية عليكِ عشان باحبِك، بس أنا باشيل ذنوب، وبيتي عمّال يخرب، وبيتي البركة بتتشال منه. عشان خاطري، عشان خاطري يا شيماء ما تجيش عندي تاني، ما تجيش عندي، عشان أنتِ لو جيتِ تاني صدقيني أنا هاقول لجوزِك وهاعرّفه أنتِ بتعملي إيه، وزي ما يرسى بقى، لإن أنا كده، كده أنا تعبانة ومخنوقة ومش لاقية حل. من هنا شيماء بدأت تقول لدعاء: "يعني إيه؟" قالت لها: "يعني زي ما باقول لِك كده ما تجيش بيتي تاني، ما تجيش بيتي أحسن لِك ما أقول لجوزِك وهاقول لأخوكِ." وزي ما ترسى بقى أنا كده بيتي هيخرب في النُص. ومن هنا شيماء اتجننت، وما بقتش عارفة طبعًا تقطع علاقتها بسامح، ولا تركّز مع جوزها محمد وعيالها، وبقت زي المجنونة، لإن هي زي أدمنته، خلاص هي مش هتقدر تعمل أي حاجة إلا أمّا تكون معاه. بقيت خلاص بتكلم صاحبتها اللي هي صاحبتها تعتبر ومرات أخوها، وبقت بتدوّر لها على أي حاجة عشان خاطر تخلّيها تقابل سامح تاني، لكن دعاء كانت رافضة إن هي تيجي نهائي بيتها. ومن هنا بدأت شيماء تكرهها وتكره الساعة اللي هي جوّزت أخوها فيها، وما بقتش عارفة تعمل إيه. ومن هنا بدأت شيماء تفكّر في حيلة إن هي تيجي البيت من غير ما حد يقول لها أي حاجة، إن هي تتخلّص من دعاء، عشان دعاء دي كده اللي واقفة لها كده مش عارفة تعمل منها أي حاجة. ومن هنا فعلًا اتفقت هي وسامح على خطة شياطين. جات شيماء يوم لدعاء وبدأت تقول لها خلاص أنا قطعت علاقتي بيه ومش هاكلمه تاني. ومن هنا كانت متفقة مع سامح على خطة تانية خالص، وهم قاعدين ومفيش حاجة. وجوزها طبعا أخوها ما كانش موجود في البيت، وكانوا قالت لسامح تعالى وعدي وادخل، ونزل. وساعتها شيماء صرخت ولمت عليهم الناس. ومن هنا بدأت تقول إن هي شافت مرات أخوها والبني آدم جارهم ده هما الاتنين مع بعض في قلب السرير. وطبعا ما بقتش عارفة تعمل ايه، فبدأت تصرخ. دعاء بقت مذهولة من اللي صاحبتها بتعمله وبتقوله، لكن كان كل ده بغرض ان اخوها يسيبها. وفعلا جه اخوها على الفضيحة ولمت الدنيا حواليهم وقال لها ايه اللي حصل. قالت له مفيش حاجة، انا جيت لقيت مراتك مع الراجل دون في البيت وما بقتش عارفة اعمل ايه فصرخت. ومن هنا للأسف دعاء بيتها اتخربت، راحت عند بيت اهلها، وكده البيت فضي لشيماء. بقت تيجي بحجة ان هي بتخلي بالها من ولاد اخوها، وكانت طول الوقت بتتقابل معاه على السطح، طول الوقت كانت بتيجي يوميا باسم ان هي بتخدم ولاد اخوها، وكانت للأسف بتطلع فوق السطح لسامح. ومن هنا طبعا خلاص كده ولاد اخوها وبيت اخوها وحياة اخوها كلها بقت على قد مجيها هي ومروحها. ودعاء طبعا قعدت عند بيت اهلها عمالة تبكي، وطبعا مش عارفة تعمل ايه ولا تروح فين ولا تقول ايه، هي لبستها المصيبة ومشيت.
وعشان الفضيحة طبعًا ما بقِتش خلاص كده ما حدش هيصدّقها. أخوها راح في يوم الشغل وخلاص قرر إن هو يمشي، وخلاص حدد ميعاد إن هو في وقت راجع فيه، وطبعًا كان سبحان الله الوقت ده خلف معاه بطريقة غريبة ما كانش فاهم إزاي حصلت، بس ده قضاء ربنا إن هو يرجع الوقت ده بيته، وأخته ما كانش عندها علم برجوعه، ويرجع ويشوف أخته مع جارهم اللي اتهمت فيه مراته، هُم الاتنين. بقى مش مصدق اللي هو شايفه، أنتِ معاه! إزاي؟ أنتِ ومراتي مع بعض! بدأ يمسك أخته بيضرب فيها ويمسك الواد ويضرب فيه ويقول له قولوا لي أنتم إزاي بتعملوا كده وإيه اللي حصل؟ بدأوا ينهاروا، بدأت أخته تقول له أنت مراتك ما عملتش أي حاجة، أنا كنت باحبه من الأول وهي كانت عارفة، بدأت تحكي له كل الأحداث اللي حصلت، وعرف إن مراته ما لهاش أي ذنب وما عملتش أي حاجة، وكل اللي حصل ده كان من تخطيط أخته. أخوها وقتها ضربها علقة موت، وقال لها أنا لازم أفضحِك، ولازم أعرّف جوزِك أنتِ بتعملي إيه، أنتِ مش أختي ولا أعرفِك، وظلمتِ كمان مراتي وخربتِ بيتي، أنا عملت لِك إيه أستاهل عليه كل ده؟ وهنا عرفت شيماء إن أخوها هيروح لجوزها ويقول له، وهنا ما كانش قدامها حل تاني غير إن هي تتخلّص من حياتها، وللأسف عاشت خاينة وماتت كافرة، واتخلّصت فعلًا شيماء من حياتها، ودعاء رجعت لبيتها ولعيالها، ومن هنا كان سبحان الله ربنا خد لدعاء حقها بعد ما شيماء فضحتها وفرجت عليها الناس وخلت جوزها شك فيها، وما كانش جزائها إن هي صاحبتها وكانت خايفة عليها أو كانت عايزة تمنعها عن حاجة غلط، بس سبحان الله سبحان الله ربنا خد لها حق.